السلام عليكم، وحشتوني. يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين معانا النهاردة معانا بطة. هنعملها بطريقة حلوة قوي، المرتة الدمياطي، يعني حشوة بصل تحفة 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 على شوية رز كده يا سيدي على السكر. يلا بينا نبتدي بالغسيل. هنا بعد ما جبناها من عند الفرارجي شطفناها شطفة سريعة ونقعناها في مية عليها ملح وخل وليمون وحبة دقيق، وتسيبيها نص ساعة، وبعد كده تغسليها غسلة كويسة وتسيبيها تتصفى. عبال ما تتصفى تعالوا نعمل الخضار بتاعنا النهاردة. هنعمل فاصوليا خضراء. هننزل شوية بصلاية تتحمر، تمام، توصل للون الطبيعي بتاعها اللي بننزل عليها بالصلصة. ننزل عليها بالفاصوليا، وعليها ملح وشطة وحبة كمون صغيرين وفص توم. كله يتشوح كله مع بعض كويس وتشم ريحتهم يعني، وبعد كده تنزلي بعصير الطماطم. تمام، الطريقة دي خفيفة قوي، بعيد يعني عن اننا بنسبك الاول وبعد كده تنزلي بالخضار. لا، الطريقة دي خفيفة قوي وحلوة يعني. تقلبي كله كويس مع بعض. تمام، وقبل ما قبل ما تطفي عليها خلاص يعني هتتاكل، تنزلي فص توم ني. وخلاص على كده هنسيبها بقى تعيش حياتها مع بعض. ونروح نعمل ايه الحشوة بتاعت البطل بتاعنا النهاردة، واللي هي البصلة. بصوا الطاسة زي ما انتوا شايفين ما فيهاش ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص. وطبعا الاحسن ان احنا بنحشي ببصل ابيض. عامة بيبقى حلو في الحشو وفي الشوربة. بس انا ما كانش عندي والله، ومش عارفة مش لاقياه اليومين دول. المهم البصل الاحمر مش هيخسر خالص ولا هيقول لا. هتنزلي بكمية البصل اللي عندك، وعليها ملح وشطة وكمون. ملح وشطة وكمون، مفيش فلفل اسمر. تمام، وبصي زي ما هتشوفي كده هحط معلقة زيت واحدة، يعني اكن كده حبة زيت وقعوا منك بالغلط. معلقة واحدة. بصي حتى ما كملتش معلقة. تمام، تشوحي كله مع بعضه. انا مش بشوح ولا بحمر، لا بصي يتدخنوا بس، يشموا ريحة بعض كده. تمام، تاخديهم تقلبتين 3 4 5 6 كده على النار مع بعض. تمام، لحد ما يتدخنوا تشم ريحة ايه التوابل مع البصلة. تمام، من غير ولا تتشوح ولا تنزل ميتها ولا اي حاجة خالص. هي بس دقيقتين كده بس مش اكتر. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. نقلب تقليبة كلها كويسة مع بعض. الطريقة دي يا جماعة تحفة تحفة، بصي بتفتح النفس وبتأكل بطريقة مش طبيعية. خلاص، هنيجي بقى البطة هنا اتصفت معانا كويس وخلصناها، واتصفت ما فيهاش ولا نقطة مية، وريحتها فلة 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 والله العظيم بجد. اي طيور تعمليها بنفس الطريقة. هتحشيها بقى كويس وتقفليها بخلة، يا اما بخيط وابرة كويس جدا عشان البصل ما يقعش في الشوربة. وخلاص على كده. تمام، انا هحشي معاكم وهرجع لكم بعد ما اخلص. خلاص هنا اتحشت. تعالوا بقى نشوف ايه التسوية، ودي قبل اي حاجة واهم اي حاجة. هنا معايا مية بتغلي على النار. البطة اللي معايا دي بطة سوداني، يعني زي ما بيقولوا هنا نبتدي الاول بالبوكيه جرنيه. الحاجة اللي هتحطيها في المية بصلاية خضراء، بصلاية عادية، لوري، فصين حبهان، جزراية وطماطماية. هنسيبهم في المية يغلوا مع بعض. تمام، وحبة كمون صغيرين، حبة صغيرين يعني عشان الكمون عامة بيشيل الزفارة، وحبة فلفل أسمر والملح. تمام كده. أنا عن نفسي يا جماعة بعمل الطريقة دي كده على طول. تمام، هنسيبها تغلي. البط اللي عندي ده بط سوداني، يعني زي ما بيقولوا بالعربي كده بيبقى بطة نزيهة، يعني زي ال اللهم صل على النبي، ال الوز. ما بيبقاش فيه زفارة ولا حاجة. ممكن تشوحيه بره تشويحة وبعد كده تنزليه في الشوربة، وممكن تشوحيه تشويحة خفيفة قوي وبعد كده تنزلي عليه بالمية. انا ما بشوحوش، انا بحطه كده على طول. طب لو هتعملي البط التاني الابيض اللي هو اسمه جعجاع، ده بيبقى فيه زفارة شوية. بعد الغسيل والكلام ده كله يستحسن انك تشوحيه في طاسة بره ياخد لون حلو، وبعد كده تنزلي في المية زي ما انا ما هعمل كده. بيطلع لك شويه شوربه رايقين قوي 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 قوي، ومفهومش اي زفاره، وما فيهاش بقى الشوربه التقيله الدسمه اللي بتبقى عامله طبق قد كده من فوق اكنك بتشربي شوربه لحمه. تمام، الطريقه دي بجد تحفه يعني من الاخر يا جماعه. آم، سواء بط جعجاع او بط عادي او بط سوداني او وز او كلام من ده، اعملي الطريقه اللي انا بقولك عليها دي حلوه قوي. لو عايزه تشوحي بره شوحي. طريقة التسوية بقى، بتعملي على نار عالية أول ربع ساعة،
وتشيلي الريم اللي على الوش كله، وبعد كده توطي اعلى من الرز شوية وتوربي الغطا. اي حاجة بتسويها طيور تعملي كده، وخصوصا الفراخ الكبيرة اللي بتغيب في السوا اللي هي العجوزة دي، نفس الكلام. الفراخ دي بتقعد لها ساعتين 3 على النار. لا بالطريقة دي، ومش هتفضلي تزودي لها في مية زي ما بيحصل مع ناس. هيطلع لك شوية شوربة زي السكر، والفص بتاع الطير عندك هيبقى طعمه زي العسل. بس بالطريقة دي أول ربع ساعة على نار عالية، وبعد كده توطي شوية وتوربي الغطا وتشيلي الريم اللي بيطلعلك وتسيبيها تعيش حياتها. حتى الحمام بصي ما بياخدش سوا خالص. لا تعملي برضو بنفس الطريقة. ملخص الكلام زي كده ما بيقولوا، فرق ما بين الأكل على النار والأكل على البخار أو على الفحم. طبعا الفحم بيبقى أطعم ليه عشان أهدى. تمام كده. أنا هنا معايا الفاصوليا اهي خلاص قربت تخلص، والبط زي ما قلت لكم هسيبه بقى زي ما قلت لكم كده. معايا هنا المعجون اللي هدهنه على وش البطة لما تطلع. بشرت طماطمتين وعليهم زيت وحبة ملح وفلفل أسمر، وهدهن البطة وادخلها تحت الشواية، ونتقابل بعد ما تطلع على السفرة. بصوا الجمال، قسما بالله تحفة تحفة تحفة. وريحة الشوربة، بصوا الشوربة رايقة ازاي. عملت جنبها شوية رز واحدة وواحدة، واللفت طبعا ملك السوق اليومين دول. بجد كانت روعة الروعة. حشوة الرز في البطة أو الفراخ جميلة جميلة جميلة، لازم تجربوها. هستنى تعليقاتكم. أشوفكم على خير، مع السلامة.